اوه سطرنا سطرنا. ده بصوت طاهر محمد طاهر يا جماعه بعد ما جاب الجول النهارده طبعا، واحنا عارفين ان النهارده الاهلي فاز بثلاثيه على حرس الحدود، والف مليون مبروك طبعا الدوري الاهلاوي يا جماعه. واحنا عارفين طبعا ان في 7 مليون بيراميدزاوي زعلانين دلوقتي لانهم تصدروا الدوري بشكل مؤقت لمده كام يوم بس، والبيراميدزاويه كلهم اللي هم بيقولوا عليهم 7 مليون. انا مش عارف ازاي 7 مليون بيراميدزاوي، بس هم بيقولوا في البيدج بتاعتهم كده وطالعين بقينا 7 مليون بيراميدزاوي خلاص في مصر. الف مليون مبروك يا جماعه الدوري، ومعلش يا بيراميدز هتخليك مركز ثاني زي ما انت، وما زلت ان شاء الله هتقابلنا في دوري ابطال افريقيا الموسم الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بيكم يا اخواتي، معاكم احمد جزار. الفيديو جديد، اتمنى من كده ما تنساش اللايك والكومنت وما تنساش الاشتراك. ومعانا النهارده يا جماعه خبر بمليون جنيه. خبر مليون جنيه ايه هو يا جماعه؟ اقول لك انا الموضوع قبل ما ندخل على موضوع الاهلي. موضوع الاهلي طبعا احنا عارفينه، بس في موضوع جديد لسه نوفي ما بقالوش ساعه يا جماعه، انا عايز اقوله لكم. امام عاشور اللي راح ميتلاند دنمارك بتاع الزمالك، النهارده يا جماعه نتفاجئ ان امام عاشور مسح كلمه الزمالك من على الانستجرام بتاعته. الله، يعني ايه الكلام ده؟ اوعى يكون اللي في بالي وفي بالكم وفي بال الجميع. انا خايف من كده. الجماعه الزملكاويه عاليين قوي، يمكن يكون الموضوع ده بيبشرهم بحاجه هم خايفين منها، مش عارف لحد دلوقتي. بس انتوا لو عندكم برضه راي تقولوا لنا عليها يا جماعه. معانا ايه يشيل كلمه الزمالك من حساب الانستجرام بتاعته؟ هو الموضوع فعلا ممكن يجرى او ممكن يحصل، مش عارف. نرجع تاني موضوعنا ونقول الاهلي، ولما نقول الاهلي يا جماعه يبقى الاهلي دايما يفوز على طول، بعد تعرف على طول الاهلي بعدها يفوز على طول، مفيش كلام. لكن مش زي ناس تانيه ممكن نقول كذا يحصل، لا، الاهلي يفوز. الاهلي يفوز النهارده على حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز ب 3-0 مع الرأفة، ب 3-0 في الحنين وباقل مجهود، وكله بالاحتياط، كله بالحب بمعنى اصح يا صاحبي. النهارده كولر عمل اللي هو كان عايزه واللي كان مطلوب منه بالظبط. انا مش عايز اكسب غير الماتش، لا مش عايز انا مجهود، مش عايز انا حرفنه، مش عايز انا اي حاجه غير هي ال3 بونت اخدها ومع نفسي بقى في الصداره. على ذكر دكه الاحتياطي، فالاثنين اللي كانوا النهارده مبدعين جدا في الماتش طبعا هو محمد مجدي قفشه اللي عمل النهارده 2 اسيست ومان اوف ذا ماتش، اكيد مفيش كلام. وكمان حاجه تانية وهو طاهر محمد طاهر، وسطلنا جاب الجون النهارده الثالث. سطلنا ولا في الابداع والجمهور سطلنا. لا بقول لكم ايه، الماتش النهارده كانت احلى حاجه فيه هو الجون الثالث، وخاصه ان طاهر محمد طاهر هو اللي جابه. طبعا احنا شفنا الهدف الاول يا جماعه بتاع الدفاع اللي دخله في نفسه، دفاع حرس الحدود. ده لسياده المستشار، كله ماشي سياده المستشار بعد اذنكم يا جماعه يشوف الموضوع ده، الموضوع ما يسكتش عليه. لا ده سياده المستشار ممكن يكون عنده حق في اللي قاله ان في وان في جامايكا وفي حاجات كده. ده لسياده المستشار بسرعه يحقق في الموضوع ويشوف لنا عيشه قنديشه ومش عارف مين في الدور ال80، يشوف لنا الموضوع بتاع الجن، لان الموضوع بصراحه عدى حدوده. ده الدفاع يا راجل عمل حته جول والله العظيم، يعني قال لك لا لازم تدخل، يعني لازم تدخل، وهو غير وراه لحد ما دخلها في الشبكه وراح داخل وراها. ما شاء الله عليك، كمل يا ابني بالمستوى ده. والهدف الثاني بقى وعبد قادر وسلطنه عبد قادر. انا مش فاهم عبد قادر والله العظيم يا جماعه، حد فاهم عبد قادر؟ عبد قادر ده حلو ولا وحش؟ طب هو رايق؟ طب هو بيفكر؟ طب هو مش بيفكر؟ 90% من جمهور الاهلي مقلوب على عبد قادر. عبد قادر ما بيفكرش، مش العقليه اللي تخليك فوق، لا عبد قادر عقليته محدده كده، يعني اللي هو ايه، انا حريف وكل حاجه بس برضه هعمل اللي بدماغي وهروح وارقص واضيع الكوره، لا مش هباصي، لا ما تستناش مني اباصي. بس النهارده عاملين مفاجاه بثرو من قفشه، ولا في الحلاوه مفيش احلى من كده اصلا، يعني انت عايز ايه تاني؟ والواد اداها اصلا هو باصص كده ناحيه الكورنر، راح شايطها دخل الجول. ما تعرفش ازاي والله الحارس واقف كده لا جوه في الشبكه. احنا برضه اتفاجئنا زيك والله. والجول الثالث يا جماعه وزي ما احنا شفنا طاهر محمد طاهر وسطلنا جابوا بالحلاوه، يعني مش عايز اقول لك ان قفشه اداها له سلوك كده، قال له شوف بقول لك ايه، انت هتجيب جول النهارده، يعني هتجيب جول عشان ننكد على بعض الناس ونغني سطلنا والجمهور مستنيك والله. هو جاب الجول من هنا وهوبا سطلنا يابا سطلنا. هو ده اللي كان مطلوب، وهو ده اللي الجمهور كان مستنيه، وكان في الاخصام قاعده بتتفرج وكان نفسها طاهر ما يجيبش الجول او يحتفل بالاحتفال ده بالذات. وبالاخير في خبر معانا يا جماعه، وهو من كابتن ميدو اللي بيقول لنا يا جماعه ان المفروض اصلا والعدل في الدوري المصري ان طالما الاهلي تاجل له ماتشات بسبب ان هو بيلعب في دوري ابطال افريقيا يبقى كل الفرق تاجل لها ماتشات. بس انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن ميدو، هو الزمالك كان بيلعب في دوري ابطال افريقيا خرج من دور المجموعات، فخلاص هو فاضي الوقت ما يلعب يا عم في الدوري. طب بيراميدز راح دوري ابطال افريقيا؟ لا. طب اي حد راح دوري ابطال افريقيا غير الاهلي؟ لا. طب مين اللي كسب دوري ابطال افريقيا؟ هو الاهلي. طب الاهلي يا جماعه هيتاجل له، انتوا هيتاجل لكم بمناسبه ايه؟
ولا انت دلوقتي بقيت عشان زملكاوي وبقت بتغير الكلام؟ في الاول كان كابتن ميدو يا جماعه يطلع يقول لك الاهلي هو ممثل مصر في دوري ابطال افريقيا وهو اللي مشرف الكره المصريه، فلازم طبعا نحاول على قد ما نقدر احنا نساعده وناجله الماتشات بتاعته عشان يركز في دوري ابطال افريقيا. دلوقتي الكلام اتغير من ساعه ما راح الزمالك. ايه يا ميدو ترسلك على حل؟ انت برنامج محايد ولا برنامج زملكاوي؟ وبالاخير يا صديقي لو لسه متابع معايا لحد دلوقتي ما تنساش بقى اللايك والكومنت والاشتراك. اشوفك على خير وفيديو جديد. سلام عليكم.